متوقع ايه يوم السبت مين اللي هيكسب؟ يعني الناس دايما تقول لك ايه، المباراه ملهاش حسابات خارج الخطوط، القصه اللي دايما الناس بتتكلمها، لكن بكل المنطق يعني انا شايف ان يعني فرقه النادي الاهلي اكثر استقرارا، اكثر ثباتا. الاداء الجماعي وان كان بيهبط او هبط بشكل كبير زي بقيه الفرق في الدوري الممتاز، لكن انا شايف ان فرص الاهلي اكبر في المباراه القادمه. تفتكر ده يا كابتن زيزو ولا مش دايما؟ يعني ساعات بنقول كده كتير، ومش دايما القمه ملهاش. الزمالك كمان بينزل بروح التحدي وروح اللعب، والقمه ملهاش كبير. اكيد انا رايي كده، ان نظريا الكلام ده بيبقى ممكن، ولكن في الواقع احيانا بيتحقق واحيانا لا، وغالبا ما بيتحققش. غالبا بيحصل تعادل، يحصل نتيجه عكسيه، ودي حصلت مع الناديين، مش للاهلي بس او الزمالك بس. يعني في مره السوبر، الزمالك كسب السوبر وهو في حاله سيئه جدا فنيا، السوبر الافريقي بالظبط كده، سوبر افريقي. والاهلي مره كسب برضه سوبر، وكان الزمالك بطل دوري وكاس. فهنا الحاله بتاعت اللعيبه اثناء ال 90 دقيقه هي اللي بتحدد شكل المباراه ونتيجه المباراه، وخطط المدربين كمان. مش عايزه كلام طبعا.